امبارح مباراة في الدوري المصري بين فرقتين أقل ما يقال عنهم عيانين، وده على سبيل المدح كمان. الإسماعيلي والمصري، مباراة لا هي نهائي بطولة ولا هي مباراة حساسة قوي، يعني نقاطها ثمينة مثلا في نهاية الجدول في نهاية الدوري والنقطة هتفرق. لا، ده لسه في ماتش ال11 ولا العاشر لكل فريق فيهم. كل اللي في الاستاد من الجمهورين ما يكملوش 400 واحد، وإذا بالماتش يتقلب لمعركة وكانت في ناس هتموت. معركة بمعنى الكلمة، وشافتها، وهخلي حتى صورة الجزء من المعركة دي وشاب لابس تيشيرت المصري أخضر كده وهو بيتسحب، هخليها لكم في صورة الفيديو. وده يأكد حقيقة كلنا كأهلاوية عارفينها، إن الناس دي ما بتحبش بعض. وما تصدقش كلمة الولاد العام، ولا بين الإسماعيلي والزمالك، ولا بين الزمالك والمصري، ولا بين المصري والإسماعيلي، كلهم بيكرهوا بعض. لكن فكرة تجمعهم بيكون في حالة واحدة بس، على كره الأهلي. وليه؟ هل الأهلي بيأذيهم في حاجة؟ لا، مفيش، كلها حاجة واهية، كلها كلام ملوش لازمة. لكن فكرة إن الأهلي هو الصخرة اللي بتتحطم عليهم أحلامهم. لولا وجود الأهلي كان زمان كل فرقة فيهم معاها ما لا يقل عن 15 16 بطولة، وتحديدا المصري على طول في نهائي الكاس ده على طول احنا معلمين عليه يعني. فده الحالة الوحيدة اللي بيجتمعوا عليها، هو كره النادي الأهلي. لكن بينهم وبين بعض أدوكوا شفتوا، شفنا السنه اللي فاتت جماهير الاسماعيلي وجماهير الزمالك وهم مبهدلين بعض حرفيا في الاستاد، وهم مصورين فيديوهات واتنشرت على وسائل على السوشيال ميديا كلها، وشفنا ازاي اهانوا بعض كلهم. فدي حقيقه كل اهلاويه عارفين ان الناس دي بتكره بعض، وده اللي باين. لكن الفكره بقى انا عايز اتكلم فيها كذا نقطه. اول نقطه، جماهير بورسعيد وجماهير الاسماعيليه. وانا مش هعمل زي ناس بقى تطلع تمسك العصايه من النص وتقول لك القله القليله. لا، مش القله القليله. أسوأ جمهورين على مستوى العالم من وجهة نظري هي جماهير المصري البورسعيدي وجماهير النادي الإسماعيلي. أسوأ جمهورين. ما أنا مش معقول في جمهور كل 100 فيهم واحد بس سوي وهطلع أقول قلة قليلة أو البعض من جماهير. لا، هي الناس دي كده طول عمرهم كده. جماهير زي المصري ده ناس قتلة. يعني حتى اللي كان بيقول لك لا ده ناس مندسة وهي اللي عملت، وكانت اليافطة دي ناس مندسة وهي ساعة الواقعة المجزرة. طب ما هو نفس القصة امبارح. كأربعة ولا خمسة من مصر رايحين عشان شايفين يافطة مكتوب عليها كلام مش عاجبهم. نفس السيناريو. هل في ناس مندسة؟ انتوا قتلة. انا نفسي اعرف انتوا الغباء والغل والسواد ده جايبينه منين؟ حتى جماهير الاسماعيلي تبقى داخل الاسماعيليه ايام ما كان الاهلي بيروح يلعب في الاسماعيليه مدينه الملائكه، اتوبيس اللعيبه بيتضرب، اتوبيس الجماهير بتفضل محبوسه لغايه اما الامن يفضي الشوارع خالص عشان يعرفوا يطلعوا في امان، وكاننا بنلعب في ارض الاعداء. ليه بيتعمل فينا كده من الجمهورين دول؟ ما تفهمش ايه السبب. ايه العداء اللي انتوا فيه ده؟ سيبك مننا يا عم. انت بتتكلم عن احنا وحشين؟ احنا ناس وحشين ما عملناش معاكم حاجه. وهي كلها حاجه زي اللي يقول لك الاهلي اخذ لعيبه الاسماعيليه. اهو الاهلي من ساعه ما رفع ايده عن الاسماعيلي وبطل التعامل معاه، ما في سنه بيحصل فيها الاسماعيلي لما بيسرب من الهبوط. وانا عملت حلقه قبل كده وباذن الله هنشرها لكم تاني عن المواسم اللي الاهلي سبقت، يعني الموسم التالي للموسم اللي الاهلي اخذ فيه لعيبه من الاسماعيلي، وشوف مكاسبهم كان بيبقى ايه من الرابع للسادس. لكن لما الاهلي بدا يرفع عن ايده عنكم وبدا ياخد مننا معاكم لعيبه ويدعمكم ماليا، منهم ناس كان فاضل في عقودهم 6 شهور، لكن يعني احتراما للنادي الاهلي وتقديرا لظروفكم كان الاهلي لا بيصمم ان هو يتم الصفقه دلوقتي عشان يديكوا فلوس تعرفوا تتعاملوا بيها، تعرفوا تدفعوا مستحقات، تعرفوا تجيبوا لعيبه جديده. لما الاهلي رفع ايده عنكم بقيتوا دايما بتصارعوا من اجل الهبوط. فالحجج الواهيه اللي انتوا بتطلعوها دي عشان تدعم الكره او تدي الكره اللي جواكم سبب منطقي، كلنا عارفين اي كلام. حقيقه الوضع ان انتوا ناس عندكم كميه سواد وغباء في قلوبكم انا مش عارف ايه سببها. يعني انت تخيل ان انت بتتهجم على واحد وبتقتل واحد لمجرد ان هو بيشجع نادي غير اللي انت بتشجعه. اي منطق واي مبدا بعيدا عن الرياضه. انتوا ايه اصلا؟ ايه الغباء والغل ده؟ شاب انت ممكن اللي انت اتهجمت عليه وتقتله ده يكون راجل في كليه طب، تعدي السنين ممكن يكون ده سبب في علاجك انت وانقاذك من الموت بعد طبعا اذن ربنا. ممكن يبقى راجل بيشتغل في مين انت هتحتاجه فيها. انت ممكن تبقى في البيت عندك واحد بيشجع المصري ويطلع هو بيشجع الاهلي، هيقتله. ايه المبرر انك تتهجم او تضرب في واحد انتمائه غير انتمائك في الكوره اللي هي لعبه ترفيهيه اللي هي كره القدم، اسمها لعبه كره القدم؟ ليه العداء ده؟ ليه الغل والسواد ده في قلوبكم؟ انتوا حياتكم ليه؟ يعني انا مش فاهم والله. مش نفسي الاقي سبب منطقي لمشجع يروح يعتدي على مشجع لمجرد انه بيشجع نادي غير هو بيشجعه. انتوا يعني انتوا امثالكم اللي خلوا الجماهير تنقسم. كنا نسمع زمان، ما حضرناش الكلام ده، ان الجماهير كانت بتقعد في مدرج واحد. انا بشجع الاهلي، انت بتشجع الزمالك، بتشجع المصري، قاعدين جنب بعض. بيجي يقول لي انا بهيج، بيجي يقول لك انت بتهيج.
انا اعاديك ليه؟ انا اضربك ليه؟ انت حر، شجع اللي بتشجعه وانا اشجع اللي بشجعه. انتوا اللي بتعملوا ده. كل ما بنتقدم خطوه القلوب السوداء والغباء اللي فيكم هو اللي بيرجعنا 100 خطوه. بعد ما قلنا الحمد لله جماهير هتبدا تخش، نيجي السنه اللي فاتت يجي المصري في ماتش سيراميكا كسروا الاستاد، جماهير الزمالك تدغدغ الاستاد ويطلع الاخ عامر حسين يقول لك حماس زياده. ما هو ده السبب، ما هو ما لقاش حد يعاقبه عشان ما يعملهاش تاني. هو الكون ربنا عز وجل اللي بنيه على الثواب والعقاب. هو كده، مفيش عقاب هتتكرر الموضوع تاني، وادي اللي حصل. وشفنا ايه النهارده الاخ كامل ابو علي بين قوسين كده الملياردير طلع 5 من اللي كان مقبوض عليهم، طلعوهم بكفاله. وقصه طبعا ده شباب صغير ومستقبلهم مش مستقبلهم، اذا كان هو مش مراعي مستقبله انا اللي هراعيه له. واحد دخل يعتدي وكان هيموت ناس وحادثه قبل كده مجزره وشفناها، خلي 5 يتعاقبوا، اجمد اقسى عشان تبقى رحيم على اللي بعد كده. ال5 دول لو كانوا فضلوا موجودين واتحكم عليهم والكل عرف ان دول اخدوا حبس، كنت هترحم ملايين الشباب بعد كده من هي تعملها تاني. هي دي الرحمه. القصاص مش للقسوه، القصاص للرحمه. ما هو لو القصاص حصل غيره هيعتبره مش هيحصل تاني. الغل والغباء ده توصل بيكم لدرجه تبقى اتوبيس مشجعين رايح يشجع توقفه وتكسر وتضرب وتتهجم. ليه كده؟ وكلمه اخيره بقى عايز اقولها للمسؤولين بقى، نفسي اعرف احنا جماهير الاهلي احنا عملنا لكم ايه؟ انتوا بتعملوا معانا احنا كده بس ليه معانا احنا اسد ومع غيرنا نعامه ولا قطه؟ جماهير الاهلي ليه هي الوحيده اللي لا بتعرف تخش بادوات تشجيع ولا بنرات وتتفتش تفتيش كانه داخل في المطار، ويتاخد منها تيشيرتات معموله على 72 وتتقطع تيشيرتاتهم؟ ليه بتعملوا كده؟ شفتوا ايه من جمهور الاهلي كده؟ هو السؤال. هل حد شاف جماهير الاهلي بتعدي المدرجات الناحيه الثانيه وتتعدى على جماهير؟ حد شافها؟ هل حد شاف جماهير الاهلي بتوقف اتوبيسات فرق مشجعين وهي داخله القاهره وتحدفها بحاجه هل جماهير الاهلي بتعمل كده؟ ما عملناش كده، بالعكس بتشوفها في بورسعيد وبتشوفها في الاسماعيليه دايما. رايح الماتش هناك تطلع تخش باعجوبه وتطلع باعجوبه، ومع ذلك الناس دي بتخش براحتها وعادي وبيتسمح لهم وبيغلطوا وبيتسمح لهم وبنخلق لهم كمان اعذار. لكن عند الاهلي لا، الناس وصلت لمرحله بقت تخاف تروح الاستاد لحسن ما ترجعش تاني. وده ما بيحصلش غير مع جماهير الاهلي بس. جماهير الزمالك بنشوف البنرات داخله وادوات التشجيع واعداد مهوله، كأن ما فيش حد بيتفتش، ما فيش حد قلقان، كله رايح ومطمن ان هو هيروح ويشجع ويرجع تاني. الا مع جماهير الاهلي هو اللي بيحصل معاه كده. نفسي افهم ليه، ونفسي افهم ليه جماهير المصري والاسماعيلي اللي ارجع اقول تاني اسوأ جمهورين في العالم هيفضلوا بالغباء والسواد ده لغايه امتى؟ ونرجع تاني مسؤولين. طالما ما فيش عقاب هتتكرر تاني، وطالما في خيار وفقوس، وطالما في معامله عمر الدنيا ما هتتقدم. رجاء للمسؤولين عن الرياضه استقيموا يرحمكم الله.